السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي، كيف حالكم جميعا؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بكلمك عن سفاح سائق التاكسي، اخطر قاتل متسلسل في تاريخ لبنان. سفاح هدد الامن القومي، تخيل انه خلى الجيش يتدخل في الشؤون الداخلية، وكان سيتسبب في حرب طائفية. كل ضحاياه قتلهم بنفس الطريقة ونفس الاسلوب. في سائق تاكسي كان اسمه الياس فريد عاصي، كان عمره تقريبا 60 سنة. كان يسترزق ويبحث عن ركاب علشان ينقلهم ويسترزق منهم. وكان الوقت تقريبا آخر الليل، فوقفوا شخص مجهول وطلب منه أنه ينقله لمنطقة بعيدة نسبيا. حاول السائق أن لا يقبل الطلب، لكن الراكب عرض عليه مبلغ كبير جدا مقابل توصيله. طبعا الشخص محتاج السائق والمبلغ كبير مغري، لذلك وافق السائق الياس وركب هذا الشخص معه، وبدأ السير بالتاكسي. يعني تقريبا مشى بالتاكسي حوالي 10 دقائق، وبعد ال10 دقائق طلب منه الراكب أن يتوقف دقائق علشان يقضي حاجته. محشور. لما نزل الرجال تفاجأ السائق الياس بطلقة نارية تصيبه من خلف الرأس. بعدها سحب القاتل الجثة ورماها على الطريق وركب سيارته واختفى. وصل بلاغ للشرطة عن القتيل الياس، ووصلت الشرطة إلى مسرح الجريمة وأحاطوا من كل جانب وكل الجهات. كانت جثة الياس ملطخة بالدماء، وكان في جيبه محفظته وفيها أمواله، والأموال لم تسرق، ولكن كل أوراقه التي تثبت هويته تم سرقتها، فلا يوجد معه هوية ولا أي شيء يثبت من هو. وعندما وصلت الإسعاف كان من حسن حظه أنه ما زال على قيد الحياة، واستطاعوا أن يسعفوه، ولكن دخل في غيبوبة. وهذه كانت أول جريمة لهذا الشخص السفاح. وفي اليوم الثاني وصل بلاغ للشرطة بأن هناك سيارة تاكسي على جانب الطريق يلطخ الدم من كل جانب. شو السالفة؟ ايش عليكم يا سواقين التاكسي؟ كثرت جرائمكم. وصلت سيارة الشرطة إلى مكان الجريمة، ولكنهم ما وجدوا أي بصمات أو أي دليل على القاتل. فأخذوا عينات من الدم المنتشر بكل أنحاء السيارة، لكن لم يتم تحليلها، وكانت محتويات السيارة مسروقة. كل هذه الأحداث صارت وما زال الياس السائق الأولي في غيبوبة نايم بالمستشفى. وبعد 6 أيام وجدت الشرطة جثة رجل مقتول رميا بالرصاص من خلف الرأس أسفل منطقة الأذن، ووجدوا بداخل جيبه مبلغا من المال، ولكنهم لم يجدوا أوراقه الشخصية اللي تثبت منه. فظنت الشرطة أن هذه الجريمة كانت بدافع الصأر أو بسبب خلافات معينة، ولكنهم غيروا رأيهم بسبب طريقة القتل وطريقة إلقاء الجثة. وبعد التحقيق اتضح أن المقتول اسمه رجا رامز، وهو من الجنسيات العربية. وبعد أيام وجدوا سيارة التاكسي اللي كانت مع الضحية رجا رامز مركونة على جانب طريق بعيدا عن الجثة، وما كان بها أي بصمات أو أي دليل يشير إلى القاتل. وفي نفس اليوم الذي وجدوا فيه جثة رجا وجدوا جثة ثانية في إحدى الشوارع الجانبية في نفس المنطقة، وكان الضحية سائق تاكسي اسمه علي فتاح هلال. وكالعادة وجدوا سيارة التاكسي بعيدة نسبيا عن مسرح الجريمة، وما كان بها أي بصمات أو أي دليل يشير إلى القاتل. بعد ذلك بدأت تربط الشرطة بين الجرائم الثلاثة وطريقة القتل المتشابهة في هذه الجرائم، فأدركت أن القاتل هو شخص واحد، وهو اللي قتل ال3 ضحايا السابقة. كانت الشرطة مستبعدة أن تكون هذه الجرائم الثلاثة بدافع السرقة، لأن كل ضحية كانت أمواله وأغراضه الشخصية موجودة في جيبه ولم تسرق منه. ولكنهم كانوا يسألوا بعض لماذا يسرق القاتل أوراق هويتهم مثل البطاقة الشخصية والرخصة. الشرطة استبعدت أن تكون بدافع عنصري، والسبب هو اختلاف جنسيات الضحايا. فكانت الشرطة تفكر أن ال3 ربما تمت بدافع إرهابي أو طائفي، لأن المنطقة التي تم فيها القتل كانت تنقسم لنصفين، مسلمين ومسيحيين. وبالرغم من ذلك ظل دافع القتل مجهول. لكن الرابط بين الجرائم القتل هذه هو أن كل الضحايا كانوا سواقين تاكسي،
وكلهم تعرضوا لطلق ناري بمسدس عيار 7 ملي. وحتى هذه اللحظة تنتظر الشرطة أن يفيق إلياس ويعطي أي إفادة تشير إلى القاتل، لأنه هو الشخص الوحيد الذي رأى وجه القاتل. شكلت الشرطة القضائية اللبنانية وحدة خاصة تتولى التحقيقات في هذه القضية، وصاروا يدرسون طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الجرائم وسجلات الناس الذين كانت لديهم أسبقية في فعل مثل هذه الجرائم. وظهرت نتائج تحليلات الدم اللي أخذوها من أول موقع جريمة حدثت، وكانت النتائج تشير إلى أن الدم هو دم إلياس الموجود في العناية المركزة، ولكن كان هناك دم آخر وهم متأكدون أن هذا الدم هو دم القاتل. وكانت البصمة الوراثية للدم التي استطاعت الشرطة أن تأخذها هي أول دليل بيد الشرطة. لكن هذا الدليل حاليا بدون أي فائدة، لأن كل الذين يرتكبون جرائم القتل كانت الشرطة تأخذ بصماتهم الخاصة بالأصابع فقط وتحتفظ بها في قاعدة بيانات، وبالتالي فإن هذه التحاليل الخاصة بالدم لن توصلهم للقاتل بسرعة، لكن يمكن الاستفادة منها فقط في حالة إذا ما واجهنا القاتل الحقيقي فعلا. الشرطة اللبنانية حاليا تتعامل مع قاتل محترف يرتكب جرائمه ليلا ما بين الساعة 10 مساء والساعة 2 بعد منتصف الليل، وكل الضحايا كانوا سائقين تاكسي، وبعدما كان يقتل ضحيته كان يأخذ السيارة لأي مكان بعيد ويخفي أي دليل يدينه، ثم يسرق أوراق الإثبات الخاصة بهم. لذلك فإن هذا الشخص ذكي ويشكل خطرا حقيقيا على المجتمع. مرت مدة ورجعت تحدث الجرائم مرة أخرى في نفس المنطقة وبنفس الأسلوب. وبتاريخ 28/9 عام 2011 وجدت الشرطة اللبنانية رجل مقتولا مجهول الهوية تعرض لطلق ناري، لكن القاتل هذه المرة بعد ما قتل الضحية حرك الجثة خارج السيارة وأحرق السيارة. فأغلب القاتلين المتسلسلين مختلين عقليا، فربما أراد مثلا أن يزيد من متعة جريمته بحرق السيارة. وهنا الموضوع بدأ يستفز الشرطة اللبنانية وهز الرأي العام في لبنان. نحن هنا نتعامل مع قاتل يتحدى الشرطة ويتحدى المجتمع اللبناني بكل طوائفه. وتحركت الشرطة بكل أركانها ونشرت الحواجز الأمنية في جميع المنطقة، وصارت التحقيقات والتحريات وحتى التفتيشات، ولكن تمت كلها بدون أي فائدة. فكان اليأس سيد الموقف، لأن الشرطة حتى الآن لا تعرف القاتل ولا تعرف دافع قتله. وبعد فترة فاق إلياس من غيبوبته وحكى للشرطة ما صار معه وقت الحادث الغريب. قال إلياس إني ركب معه يوم الجمعة شخصين وليس شخص واحد. يقول إلياس عندما ركبوا معي واحد بجنبي والآخر بالخلف، وأثناء السير بالتاكسي لمح إلياس في مرآة السيارة أن الشخص الموجود في الخلف معه مسدس، وعندما شعر إلياس بخطر يهدد حياته فقام مباشرة بضرب الشخص الجالس بجنبه في أنفه، يعني الشخص اللي جنبه أعطاه بوكس في أنفه، فتطاير منه دم على المرآة وعلى المقعد وعلى تابلو السيارة. وهنا سحب الشخص الموجود في الخلف مسدسه وضرب إلياس بطلقة اخترقت رقبته، وظنوا الشخصان أن إلياس مات، فسحبوا الجثة وألقوها خارج السيارة، وكانوا يسرقون أوراق الهوية لكي يؤخروا عملية البحث عنهم من جانب الشرطة ولا يتم الوصول إليهم أو كشفهم. بعد التحقيقات التي تمت اشتبهت الشرطة ب5 أشخاص فعرضتهم مباشرة على إلياس، واستطاع إلياس أن يتعرف على واحد منهم وأكد أنه هذا هو القاتل. ووجدت الشرطة أنه يطابق جميع المواصفات التي ذكرها إلياس في التحقيق، فحجزت الشرطة الشخص الذي تطابقت عليه المواصفات وطابقت دمه بدم التحاليل، ولكن لم يكن هناك أي تطابق في الدم، فتأكدت الشرطة أن هذا هو الشخص الثاني وليس الشخص الذي ضربه إلياس. طبعا ضربه دفاعا عن نفسه وتطير منه الدم. حاولت الشرطة أن تضغط عليه وتحقق معه ويعترف عن زميله، ولكن دون فائدة، فقد كان ينكر بشكل تام
وينفي الاتهامات الموجهة له. وفي نفس الليلة وجدت الشرطة جثتين لشخصين مقتولين بمناطق مختلفة بنفس الأسلوب. الأول اسمه حسين مصطفى سائق تاكسي، والثاني اسمه البير رامز وأيضا سائق تاكسي. فمباشرة تم استبعاد المتهم والمشتبه فيه الذي أكد إلياس أنه القاتل، لأنه كيف يكون هو القاتل وخلال وجوده بالسجن تتم عملية قتل أخرى. وبسبب اختلاف ديانات الضحايا تأكدت الشرطة أنه تم بدافع السرقة وليس بدافع طائفي أو شيء آخر، ورجعت الأمور لنقطة الصفر. وحاولت الشرطة اللبنانية أنها تغير آلية التحقيق في الجرائم ويصير الموضوع استخبارات، ونشرت عناصر في المنطقة، يعني سواقين تاكسي أو حتى ناس عادية في المنطقة، يعني يتخفون وسط الناس ويندسون وسط الناس أو في تجمعات النقل والمواصلات، يعني أي خبر أي كلمة أي شيء كذا. وللأسف كل هذه الجهود ما جاءت بفائدة، وحتى مع انتشار مخبرين الشرطة اللبنانية صارت جريمتين قتل ضد سائقي تاكسي بنفس جريمة القتل. لكن الذي حدث بتاريخ 11/11/2011 غير متوقع بالمرة. ففي نفس الليلة تمت جريمة قتل مزدوجة. أول شخص اسمه أغوب يعقوبيان، قتلوه وألقوا بجثته من السيارة ونظفوها من الأدلة والبصمات واستخدموها لصيد ضحية ثانية. طبعا أي شخص قدره سيء وحظه ردي ممكن يشير للسيارة ويركب معاهم فيصير ضحية. فكانت ضحيتها عريس بالجيش اللبناني كان اسمه زياد هاني، ركب معاهم العسكري وصارت بالسيارة في طريقهم بشكل طبيعي. فتفاجأ الراكب بأن السائق أخرج مسدس وطلب منه يعطيه كل أمواله، فأعطاه محفظته وأعطاه الجوال. والسائق أمر العسكري أن يفتح الباب ويجعل وجهه للحائط، والعسكري استجاب. وعندما وقف اتجاه الحائط رفع القاتل مسدسه وضربه طلقة برأسه كانت كافية أن تقتله بالحال. العسكري نفذ كل طلباتهم، يعني على أساس أنهم ياخذوا اللي معاه ويتركوه يذهب، لكنه لم يعلم أنهم راح يقتلونه. فورا الشرطة بدأت تراقب جوال هذا العسكري الذي سرق، وبعد 3 أيام جاءت إشارة إليهم أن الجوال اشتغل. فحددوا الموقع وداهموا الموقع ودخلوا على حي سكني وتحدد مكان السكن بالضبط، ولكن تفاجؤوا أن الجوال مع طفل صغير عمره 13 سنة فقط. الشرطة أخذت الصبي هو وأبوه، واعترف الأب أنه اشترى الجوال من جاره اللي اسمه ميشيل. وفي الساعة 3 فجرا حددت الشرطة مكان ميشيل وداهمت مكان سكنه واعتقلته هو وأخوانه. وبعد تفتيش مكان السكن وجدوا المسدس مخبأ في فرن الغاز. يا ذكي. وصارت التحقيقات مع الإخوان ال5 وبدأوا يضغطون عليهم بكافة الوسائل حتى انهار ميشيل، واعترف بأنه هو وأخوه جورج ارتكب كل الجرائم السابقة، كما أنهم اعترفوا بأنهم قتلوا عجوز اسمها ملكة توفيق بنفس الطريقة وسرقوا منها ذهبها. وكانت هذه الجريمة قبل 9 أشهر من محاولة قتل إلياس، وكانت القضية مسجلة ضد شخص مجهول، كما أنهم اعترفوا بأن سائق التاكسي المجهول قتلوه عندما حاول أن يغشهم في بيع الذهب المسروق من ملكة توفيق. ومن هنا حطوا على كل سواقين التاكسي، كل ضحاياهم سواقين تاكسي، ورغم كل الأدلة ضدهم لا يوجد حكم إلى الآن في حقهم، وإنهم حاليا موجودين بأكبر سجن بلبنان، وإنهم ما زالوا موجودين حتى هذه اللحظة. رجعوا وغيروا أقوالهم وقالوا إنهم اعترفوا فقط تحت ضغط وتعذيب الشرطة. تخيل. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ورجاء إذا أنت مو مشترك في القناة فحياك الله اشترك ويانا وخليك معي بطل، ورجاء لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ولا تنسى أن تترك لي تعليق. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.